ليه بتحسي إنِك على طول مشدودة رغم إن أنتِ ما بتعمليش حاجة أكتر من اللي غيرِك بيعمله؟ إحساسِك المزمن بالتوتر ومع أي شوية مهام تبقي واقفة على طراطيف صوابعِك ده مش ضعف، دي حالة بيدخل فيها الجهاز العصبي بتخلّيه على وضع الطوارئ طول الوقت، لدرجة إن لو حد من ولادِك طلب حاجة تحسي إن أنتِ هتنفجري. اسمها انخفاض في المرونة العصبية low neurobiologic flexibility. يعني جسمِك وعقلِك مش بيعرفوا يتنقلوا بين حالة والتانية بهدوء، من مهمة لمهمة، من ضغط لراحة، ده بيخلّي أي حاجة صغيرة تتحول لضغط كبير، لإن الكورتيزول والأدرينالين عاليين جدًا والجسم اتبرمج على وضع التوتر. ده ممكن يحصل من صدمات قديمة متخزنة جوانا، أو إهمال عاطفي وإحنا صغيرين ما كناش بناخد احتياجاتنا، أو ضغط مزمن لفترات طويلة بدون أمان. فطول ما جسمِك في الوضع ده الحياة كلها هتبقى حالة طوارئ، أي خناقة بين ولادِك تبقى نهاية الدنيا، أي تقصير في شوية مهام الدنيا تتقلب رأسًا على عقب. وتخيلي بقى إن حل حاجة كبيرة زي دي في منتهى البساطة، الحل إنِك تلعبي مع ولادِك. وقبل ما تقفلوا الفيديو وتطلعوا تجروا هاقول لكم حاجة بسيطة، اللعب والمرح مش ترفيه، ده ليه نظام عصبي كامل جوه دماغ الإنسان. لما بنلعب الجهاز العصبي بيتنقل من وضع التوتر والاستنفار إلى وضع الراحة والأمان، وده اللي بيرجع لك المرونة العصبية مرة تانية. ده غير إنه بيقوي العلاقة بينك وبين ولادك وبيقلل معدلات الكورتيزول في الجسم، فتلاقي نفسك يوم بعد يوم بتتعاملي مع نفس المهام والمسؤوليات بارتياح وهدوء من غير لا شد ولا توتر. وأنا باشوف إن دي من رحمة ربنا بينا، يبقى علاج مشاكل كبيرة زي دي وتعب وضغط وخناقات في البيوت بشوية وقت نلعب فيهم مع ولادنا. ويمكن ده يفسر لنا الوصف اللي وصف بيه سيدنا أنس بن مالك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: كان أفكه الناس مع الصبيان. فلو سمحتوا خففوا من ضغط مهامكم وزودوا مرونتكم بإن انتوا تزودوا لعب شوية مع ولادكم.